تزال ثقافة التزييف والتضليل الإعلامي سائدة في قاعات التحرير وكواليس صناعة الأخبار لدى بعض القنوات الفضائية. فعند تشييع الشهيد فايز بن عرب الملي في منطقة برزة بدمشق الذي استشهد برصاص الغدر من قبل عصابات مسلحة عند عودته من درعا، نقلت بعض الفضائيات أن جنازة التشييع هي مظاهرة حاشدة للشعب السوري ضد نظامه، ولكن حبل الكذب قصير، فها هم أشقاء الشهيد يعتزون باستشهاد أخيهم فداء للوطن. أكثر من 500 إنسان ماشيين بموكب الجنازة. امبارح فجأة طبعا الواحد بيفتح محطة بيتفرج، الحمد لله الجزيرة أحد أصدقائنا قال لي لك الجنازة طلعت بالجزيرة. قلت له يخرب بيتهم، وين طلعت بالجزيرة؟ حاطين صورة بس للهتاف تبع الشهيد، استغلوا هاللقطة واعتبروها معارضة. أنا كنت بالجنازة، يعني أنا كنت بالجنازة، أخذين لقطة جانبية فلقطوا هاللقطة واعتبروها حاطين تظاهر في ركن الدين. اسمع هالمنطق الأعوج. بقول له الله يغفر لك ويغفر لنا عند ربه، لأنه الشهيد بيغفر للي لزويه وللي بيحبهم، وانت شايف محبة الناس ومحبة الوطن كله إلنا، ونحن بنحب الوطن أكثر ما الوطن بيحبنا. بدماء أبنائها وتلاحمهم ووقوفهم صفا واحدا في وجه المؤامرة ستبقى سوريا عصية على كل غادر. أحمد شبيب، تلفزيون الدنيا، دمشق.